السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بقى النهارده هنعمل فيديو جميل برضو لشهر رمضان ولتجهيزات برضو شهر رمضان. هنعمل البليله الجميله طبعا بتكات جميله جدا بتاعه اشهر المحلات واحلى المحلات، وبرضو بتاعه العربيات الجميله اللي بتبقى موجوده في الحسين والحتت الشعبيه الجميله. طبعا زي ما انتم شايفين كده مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. نبتدي بقى مع بعض نشوف الوصفه بتاعتنا. طبعا جبت قمح قد كيلو قمح، طبعا بتنقيه كويس وبتتاكدي منه وتروحي غسلاه كويس عشان ما يبقاش فيه حاجه تضر اسنانك وكده. هبتدي ان انا اغسله كويس واروح حطاه على البوتاجاز على ميه سخنه لحد ما يبتدي ان هو طبعا يغلي ويستوي معانا. وفي نفس الوقت انا جايبه قد نص كيلو لبن، هبتدي ان انا اغليه واسيبه. نبتدي ان احنا نغطيه بقى ونسيبه على النار. طبعا اللبن بتاعنا بنسيبه يبرد، بعد كده نبتدي ان احنا تبتدي البليله بتاعتنا تغلي تستوي كويس. طبعا بتعرفي ازاي البليله استوت؟ طبعا بتتاكدي كويس ان هي نفشت معاكي وبقت طريه، وكل ما تنقعيها من بالليل لتاني يوم كل ما يبقى احسن. طبعا انا هنا جبت السوداني وفرمته مع حبه جوز هند عشان نكمل الوصفه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده ابتدت البليله تستوي معانا كده، وهبتدي برضو اسيبها شويه لان هي محتاجه ان هي تستوي كويس، وهغطيها طبعا لحد ما اتاكد ان هي استوت. طبعا لو انت حطاها على النار يستحسن الحله بتاعتك يكون فيها فراغ يطلع منها الهواء عشان ما تفرلكيش على البوتاجاز زي ما عملت معايا. هبتدي ان انا اسيبها واتاكد منها خلاص ان هي استوت، ونبتدي ان احنا بقى نحطها في السلطانيات بتاعتنا ونبتدي نقدمها مع بعض. طبعا مفيش اسهل من كده. طبعا حطيتها في السلطانيات بتاعتنا وهنزل عليها باللبن طبعا، وهحط قد حسب السكر اللي انت بتحتاجيه، وهوريكم حاجات بتطلعها معاكي زي بتاعه احلى المحلات وبطريقه جميله جدا جدا جدا. هنبتدي ان احنا نصب السلطانيات بتاعتنا ونخلصها، ونبتدي نضيف اللبن طبعا زي ما انتم شايفين اللبن بتاعنا. طبعا اللبن ده يا جماعه جاموسي اللي هو طبيعي 100%، مفهوش اي يعني اللي هو كامل الدسم. هبتدي ان انا احط كده هوت السلطانيه بتاعتنا اخر سلطانيه معانا، وابتدي برضو اضيف اللبن بالمغرفه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، ونبتدي بقى طبعا نحط السكر بتاعنا ونظبط السكر بتاعها. خلاص كده خلصنا السلطانيات بتاعتنا. هبتدي ان انا احطهم على صينيه دلوقتي، ونجيب بقى حاجه يعني طبعا الناس يعني بتوع المحلات ما بيعملوش التكه دي. التكه دي بقى مختلفه عن اي حد بيعملها تاني. هبتدي ان انا اجيب البليله خلاص كده عملتها، وطبعا ضفت اللبن وضفت السكر وهقلبه كويس. بعد كده هبتدي ان انا احط تكه حلوه جدا هتعجبكم قوي قوي قوي. هجيب قد حته سمنه بلدي من اللي احنا عملناها طبعا مع بعض، واروح حاطه في كل حته سمنه في كل سلطانيه من السلطانيات بتاعتنا طبعا. وهوريكم هنقلبها هنسيبها على الوش، وبعد كده هنبتدي. طبعا هنا انا بحط السكر وبظبط السكر بتاعها كويس وبتاكد ان هو اتظبط، علشان خاطر طبعا اللي ياكل ما ياكلش السكر كده ويلاقيه قرش معاه وهو بياكل البليله. طبعا الوصفه دي هتعجبكم قوي، جربوها والله باذن الله هتعجبكم. خلاص انا كده قلبت. هبتدي بقى ان انا اضيف الزبده بلدي يا جماعه، طبعا بتدي طعم جميل قوي للبليله، بتبقى بتوديكي في حته تانية. شايفين؟ هسيبها طبعا مش هقلبها، هسيبها زي ما هي، ونبتدي بقى نضيف التكات اللي المحلات المشهوره بتعملها. هنمسك الفول السوداني اللي احنا طحناه طبعا وجوز الهند، وابتدي ان انا ارشه على البليله من فوق. شايفين شكلها بقى يجنن. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي عامله قلبان. خلاص كده خلصنا البليله بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا اللي يفيض استنى البليله تبرد خالص، وبعد كده اروح مكيساها. طبعا لشهر رمضان انا حبيت ان انا يعني احط على قد ما هناكل، والباقي شلته طبعا في الفريزر لشهر رمضان. في السحور كده تروحي مطلعه كيس وتروحي مظبطاه مع لبن زي ما احنا عملنا الوصفه بتاعتنا كده. وادي البليله بتاعتنا طبعا انا جهزتها خلاص كيستها. طبعا كنا على قد ما كنا، وشلت الباقي في اكياس كده زي ما انتم شايفين، وهحطهم في قلب الفريزر. خلاص كده خلصنا بقى البليله بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك، وان شاء الله هنزل لكم بالفول والطعميه عشان برضو شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.